السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية ما تنساش تعطر فمك بالصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تنورنا بالاشتراك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد منا. في هذا الفيديو نتعرف على فوائد الزبيب. الزبيب هو العنب المجفف، وهناك فوائد وأنواع عديدة لها حسب نوع العنب. يحتوي الزبيب على سكريات بنسبة جيدة، ويحتوي أيضا على الجلوكوز والفركتوز ومعادن وفيتامينات والياف غذائية وبروتين أيضا. فهم فوائد الزبيب فهو أنه يحسن الجهاز الهضمي ويخلص الجسم من السموم والمواد الضارة. وهو أيضا وهو ملين طبيعي لغناه بالألياف، ويعالج حموضة المعدة لأنه يحتوي على مضاد للحموضة. ويساعد أيضا في علاج فقر الدم ليحتويه على كمية كبيرة من الحديد والنحاس. ويعزز من صحة الأسنان لأنه غني بالكالسيوم، ويحافظ على صحة الفم من البكتيريا والجراثيم. ويمنع نمو الخلايا السرطانية، ومفيد جدا للوقاية من هشاشة العظام. ويساعد أيضا الزبيب في تسكين الآلام، ويعزز من صحة القلب، فهو يخفض ضغط الدم ويسيطر على الكوليسترول في الدم. ويساعد أيضا في منع تكوين حصوات الكلى لغناه بالبوتاسيوم. وللزبيب أيضا قدرة على تحسين أداء المخ وتقوية الذاكرة، لأنه يحتوي على مواد مغذية تساعد في تقوية الجهاز العصبي. ومضادات الأكسدة تحمي من الإصابة بالزهايمر. وأيضا الزبيب يساعد في زيادة طول الشعر بشكل طبيعي، ويحافظ على فروة الرأس، ويجعل الشعر لامعا وحيويا. ويساعد في إصلاح الشعر التالف، ويحافظ على لون الشعر الطبيعي. وعندما تقوم بتوزيع ماء منقوع الزبيب على الشعر وفروة الرأس قبل الاستحمام بنصف ساعة، وتكرر الوصفة 3 مرات في الأسبوع. يساعد أيضا تناول الزبيب قبل النوم على الاسترخاء والنوم براحة، وذلك لغناء بالحديد الذي يساعد في علاج فقر الدم الناتج عن نقص الحديد المسبب للأرق. وينصح بتناول 15 حبة زبيب قبل النوم لمدة 60 يوما، وذلك علاج مشكلة النحافة وفقر الدم. وأكل الزبيب على الريق أيضا يمد الجسم بالطاقة والنشاط، ليحتوي على نسبة سكرية طبيعية عالية، ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين. ويعزز الجهاز المناعي لغناه بمضادات الأكسدة وفيتامين سي. ويقوي الذاكرة أيضا وينشطها. وينصح بتناوله كل يوم صباحا. وتناول الزبيب على الريق يحسن من الهضم ويقلل الإمساك، ويحسن من الأداء الرياضي أثناء ممارسة الرياضة الصباحية، ويحافظ على صحة الأسنان ويحميها من التسوس. ويساعد أيضا الزبيب في تجديد خلايا البشرة التالفة ويجعلها نضرة وحيوية. ويحافظ على تدفق الدم ووصوله إلى الوجه، مما يجعله أكثر إشراقا، وذلك عن طريق مسح البشرة بمنقوع الزبيب الأسود مرتين أو 3، أو الزبيب الأصفر. ويساعد أيضا الزبيب في علاج مشاكل الضعف الجنسي لدى الرجال لاحتوائه على حمض الأرجين، ويزيد من القدرة الجنسية. ويساعد في تدفق الدم إلى الأعضاء التناسلية، بالإضافة إلى زيادة عدد الحيوانات المنوية في الخصيتين. ويعد الزبيب صديق لكل من الكبد والكلى، فهو يعمل على تنشيطها ويحسن من عملية إخراج البول، وينظف الكلى بشكل طبيعي من الأملاح. ويساعد أيضا الزبيب على زيادة الشعور بالشبع والافراط في تناول الطعام. ويساهم أيضا في إبطاء عملية الهضم ليحتوي على الألياف، لكن يجب الاعتدال في تناول وأخذه ضمن نظام غذائي معين، لأنه يحتوي على سعرات حرارية وسكريات بنسبة كبيرة. وله فوائد أيضا للمعدة والقولون، ويقي الزبيب من خطر الإصابة بسرطان القولون ليحتويه على مضادات الأكسدة، ويعالج اضطرابات الهضم والإمساك. ومن فوائد أيضا تناول الزبيب فهو يخفض ضغط الدم المرتفع، ويخفض الكوليسترول في الدم، وواقي من أمراض سرطان القلب، وملطف للسعال. ويشرب مغلي الزبيب في الماء، وطارد أيضا للبلغم، ومقاوم للميكروبات والفيروسات، ومضاد الأكسدة، ومانع تكوين طبقة البلاك على الأسنان. فعزيزي المشاهد، في هذا الفيديو ذكرنا فوائد الزبيب وأهمها.
حتى لا نطيل عليكم الفيديو، لا تنسوا الاشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.